في زمان بعيد كانوا الناس في اليونان كيآمنوا بالأساطير والحكايات الخيالية اللي كتحكي على الآلهة، صراعاتهم والأعمال الخارقة ديالهم. كلشي كان كيتفسر من خلال الحكايات. الآلهة هي اللي كانت كتحكم في كلشي، في الطبيعة وفي الحياة اليومية ديال الناس. ما كانش شي واحد كيقدر يسول ولا يبحث، فكلشي كان مقبول كيف ما كتحكيه الأسطورة. ولكن مع مرور الوقت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تغيرات في اليونان. الديمقراطية بدات كتنتشر، الناس ولات عندها حرية التعبير على الرأي ديالها. هنا بدا واحد التفكير جديد كيتخلق في العقول ديال الإغريق. هاد التفكير هو اللوغوس، واللي كيعني العقل والعلم والخطابة. الفلسفة بدات كتظهر ما بين القرن الثامن والرابع قبل الميلاد، وعوض ما يعتمد الإنسان على الخيال والعواطف ولا كيعتمد على العقل والبراهين. في هذا الوقت العلاقة بين الميتوس واللوغوس عرفات مواجهة حقيقية. فالإنسان الإغريقي ما بقاش كيقبل بالأفكار القديمة ديال الحكايات والأساطير، ولكن بدا كيحاول يفهم الكون أصله ومعناه بالعقل والمنطق. ولات الفلسفة كتحدى الأسطورة، وبدات كتقلب على الحقيقة من خلال التفكير العقلاني والمنطقي. الناس من بعد ما كانت غير كتسمع الحكايات الشفوية، الآن ولات كتعتمد على الكتابة والنثر. الفلاسفة الإغريق حطوا الأسطورة والشعر في خانة واحدة، لأنهم كانوا كيشوفوهم كيخدموا غير الوهم والخيال. أما الفلسفة فهي كانت بخلاف كل ذلك، لأنها كانت كتعتمد على الدقة والحجة والبرهان. ومن هنا بدأت الفلسفة كتواجه التفكير الأسطوري، لأن اللوغوس هو السيد اللي كيحكم واللي كيعطي المعنى للحياة والكون. في النهاية فالإغريق القدامى انتقلوا من عالم الأساطير إلى عالم عقلاني، عالم اللي ولا فيه الإنسان حر في التفكير واستخدام العقل. وهذا التحول كله كان بمثابة بداية جديدة لعصر من التأمل والفلسفة والعقل.